السلام عليكم وتحيه للجميع. كلشي كيسول على هادشي ديال المؤجلات والبرمجه. كنظن بان كنا عارفين بان يعني هذا الكاس الافريقي هو اللي خلى البرمجه تكون بهذا الشكل. كاين راه كبير على البرمجه وعلى اللي يعني كتقول البرمجه كتقول عاوتاني تكافؤ الفرص، خصوصا بالنسبه للانديه اللي كتنافس على اللقب كما الرجاء الوداد. كان كتشوف كان كتلعب تقريبا من الدوري دابا 6 ديال الماتشات، فريق اخرين لاعبين 9 10. فكنظن بان هذا خلق مشكل، مي اورزمون باننا باقيين في يعني بحال كنقولوا باقيين في الالي ديال البطوله. فعلى حسب المعلومات اللي توصلت على حسب المعلومات اللي عندي 13 14 كنظن تكون دور 12 اللي غتزامن كنظن مع الجوله 6 ديال دور المجموعات لا في الكاف لا في العصبه الابطال. وبالتالي من لو 18 الانديه بحال الوداد بركان اسفي هذو اللي عندهم مؤجلات غيبداو يلعبوا الاربعاء ولا الاربعاء يعني غيبداو يلعبوا وسط السيمانه ولا خلف السيمانه. الفرق اللي ما عندوش مؤجلات غيبقاو يلعبوا يعني البطوله غتلعب كل نهايه ديال الاسبوع يعني سبت حد، والفرق الاخرين غيبداو يلعبوا الاربعاء لحد حتى يسالوا جميع المؤجلات. من غيسالوا جميع المؤجلات كلشي فرق يوليو لاعبين في الماتشات غادي تبدا تلعب البطوله الاربعاء وسط السيمانه ونهايه الاسبوع يعني الاربعاء الحد وكذا يلعبوا مثلا 3 سبت يعني غيبداو يلعبوا وسط السيمانه ونهايه ديال السيمانه باش يحاولوا يلعبوا اكبر عدد من المباريات، لان غيكون حتى كاس العالم القرعه ديالو بالتالي حتى هو غيتبغي البروغرام ديالو. كنظن غادي يبقى غير الفينال اللي ما غيتعرفش التوقيت ديالو او اللي يقدر يبقى مول كاس العالم، مي قبل غيتلعبوا كلشي المباريات ديال كاس العالم باش تلعبوا هاد الماتشات. فغنمشيو بهذا الريتم يعني من لو 18 الانديه اللي عندها مؤجلات غادي تلعب وسط السيمانه ونهايه ديال الاسبوع. الانديه اللي ما عندهاش غتلعب نهايه الاسبوع يساويوا المؤجلات غادي يدوزوا لهاد المرحله الاخرى اللي غادي يلعبوا الاربعاء وسط الاسبوع. كلشي يلعب وسط الاسبوع ونهايه ديال الاسبوع باش يلعبوا اكبر عدد من المباريات، لان كلشي مرتبط كاس العالم خاص يعني كاس يعني البطوله وكاس العالم يساليو قبل 15 ولا على اقصى 20 ماي باش تفتح مجال المنتخب الوطني للمشاركه في كاس العالم 2026. وبالتالي هذا كنظن هو التصور اللي وضع اللجنه ديال البرمجه حسب المعلومات اللي عندي باش يحاولوا انهم يساليو هذه المؤجلات ويساليو الدوري الاحترافي في التوقيت اللي هو معقول. وهذا استثناء كان باش نعطيو كل واحد حقه، لان الموسم الماضي كنا كنساليو كلشي كان كيكون يعني غادي مزيان ما كانش هذا العدد ديال المؤجلات. حاولنا هذا العدد مع كاس افريقيا اللي اخترنا، فكنظن بان كما قلت كان ممكن يدير مشكل كبير هذا مبدا تكافؤ الفرص لو ان هذه الماتشات كانت في النهايه ديال الدوري الاحترافي وفريقين ضاربين على البطوله. كنظن واخا حنا دابا راه يلاه بدايه ديال الشطر الثلث الاول ديال الدوري الاحترافي معنا باقيين ثلثين يعني هذا واخا كيضرب مبدا تكافؤ الفرص ولكن ما كيعطيش واحد الشكل كبير على التنافس على الدوري الاحترافي. غنتمنوا من يرجعوا يعني يكون مبدا تكافؤ الفرص عند جميع الانديه اللي 72 ساعه يعني بالنسبه للانديه اللي غتلعب على برا تجي غادا تلعب، ويعني عدد الايام ديال الراحه يكون متكافئ بين جميع الانديه باش ما يكونش عاوتاني هذا الصراع ولا هذا ترجع عاوتاني انتقادات البرمجه اللي داروا مجهود كبير مع صباح كثير دارت مجهود كبير في هذه 4 سنين الاخرى تقريبا باش ما بقى حتى شي ماتش مأجل. كنسالوا الالي ما كاين حتى شي ماتش مأجل، وكنسالوا البطوله في التوقيت المحدد ما كاين حتى شي ماتش مأجل، وكل شيء لاعب وما كاينش مشاكل. فنتمنوا نبقاو غاديين في هذا الريتم هذا باش نسالوا البطوله بدون صداع بدون انتقادات بدون يعني مشاكل. وانا كنظن المجهود اللي دار لجنه البرمجه والبحوث الاحترافيه مجهود كبير باش تخرج البروغرام وباش يعني تحيدوا المؤجلات في اقرب وقت باش المنافسه على اللقب تكون يعني بين جميع الانديه بمبدا تكافؤ الفرص وبعدد الايام ديال الراحه يكون بين جميع الانديه يعني بنفس الوقت. ونتمنوا يعني التوفيق بعد الانديه اللي مشاركه في المنافسه الافريقيه ان شاء الله تجي بعد المنافسه باش تتوج اللقب، وكذلك الانديه ديال الدوري الاحترافي نتمنوا التوفيق في المسار ديالها. تحيه للجميع.